مساء الفل عليكم. فاكرين محمد وفؤاد؟ المرة دي بقى فؤاد هو اللي جاع. محمد اقترح عليه اقتراح، قال له هجيب لك فول. فؤاد قال له، محمد راح قايل له طب اجيب لك سمك، طب اجيب لك كشري، اجيب لك سمين في طبق ميلامين، طب اجيب لك عجوه، طب اجيب لك نجوه، طب اجيب لك كبده، طب عايز ايه يا ابني؟ ما انا بقول لك ان انا عايز، يعني عايز طقطق. تعال نشوف. ورجعنا لكم وعرفنا بطل حلقة النهاردة طقطق. وطقطق يا جماعة علامة في مأكولات البحرية والأسماك والكبدة والمخ. النهاردة جبنا منه 5 سندوتشات: سندوتش صبيط، سندوتش فيليه، سندوتش جمبري، سندوتش كبدة، وسندوتش مخ. طبعا هقول لكم معلومة جديدة محدش يعرفها خالص، ولكن المعلومة دي علشان أقولها لايك، سبسكرايب، شير، كومنت. احنا بنقيم من خلال 5 حاجات عارفينهم طبعا كلكم، وانا مش هقولهم المره دي، او راجعوا الفيديوهات القديمه علشان تعرفوا احنا بنراجع من خلال 5 حاجات. ايه هم ال5 حاجات؟ والشاطر يكتبهم لي في الكومنت. بما اني بحب مسلسل سكويد جيم، هبدا النهارده بسندوتش الصبيط. نبدا اول حاجه بسندوتش الصبيط. التغليف زي ما احنا شايفين يا جماعه تغليف ورقي، وهو راجل منظم الصراحه، حاطط ستيكر مكتوب عليه ايه الساندوتش اللي جوه الكيس ده. نفتح ونشوف الساندوتش شكله ايه. الساندوتش في عيش بلدي وحجمه زي ما انتم شايفين، هو صوابع صبيط زي ما احنا شايفين. صوابع الصبيط عامله زي صوابع البطاطس، ومعاها بقدونس متقطع وكميته كويسه. بس في الكيس برضو في حاجه تانية، انا بصيت لقيت علبه طحينه ميني صغيره وجميله جدا وحجمها حلو على فكره، لذيذه قوي. بس على فكره دي حركه كويسه جدا وذكيه جدا منه، ان هو ما يحطش الطحينه مع الساندوتش، لان عارف ان انت ممكن تاخد الساندوتش تمشي بيه مسافه طويله. من المعروف يا جماعه ان الطحينه بتبوظ بسرعه لو اتحطت على الاكل، وفكره كويسه ان انت تفصل الطحينه عن الاكل علشان ما يبوظ. ندوق سندوتش الصبيط ونقول بسم الله. بسم الله. الصبيط طعمه كويس مش زفر، ولكن هو ناقصه الطحينه فعلا، فلازم يتحط له طحينه. نبدا نحط عليه شويه طحينه. حطينا الطحينه، ندوق الصبيط بالطحينه. بسم الله. طعم الصبيط في طقطق. الصبيط مقلي كويس مش شارب زيت، مكوناته بسيطه جدا، هو الصبيط وشويه فتافيت بقدونس. التتبيله بتاعته كويسه جدا مش مبالغ فيها، تتبيله بسيطه جدا. طعمه معقول، مفيهوش حاجه صاروخ كده تميزه. يعني لما ادوق اقول ان السندوتش بتاع الصبيط ده هو ده بتاع طقطق. فهو بالنسبه لي عادي، بس كتوابل وطعم عادي كويس. نخش في السندوتش التاني الا وهو الجمبري. نفتح سندوتش الجمبري ونشوف. كالعاده طبعا هو حاطه بلدي، رغيف بلدي زي ما احنا شايفين يا جماعه، رغيف بلدي وجواه قطعه من الجمبري الوسط. الجمبريايه حجمها مش وسط، يعني هو اقل من الوسط بحبه صغيرين. طبعا حاطط الطحينه، لا المره دي العلبه مليانه. لو ايه بقى كريم قوي في موضوع الجمبري، جايب معلقه صغيره عشان اقدر اعبي بيها. ندوق الاول من غير طحينه ونشوف طعمه ايه. ندوق ونقول بسم الله. واضح ان طقطق معتمد على البساطه في الساندوتش بتاعه. رغيف عيش وجمبري، والتتبيله بتاعته اللي هي اللي قالي بيها الجمبري او الصبيط، وشويه البقدونس الصغيرين دول، مع طبعا حبه الطحينه اللي احنا هنحطهم دلوقتي عليها، ونشوف الطعم هيعمل ايه. طعم سندوتش الجمبري مش شارب زيت، تتبيلته كويسه وصابح، وتتبيلته برضو بسيطه. يعني برضو طقطق هو انا حاسس ان انا يعني مش شايف حاجه تميزه، مش شايف حاجه واو. نخش بقى على تالت ساندوتش وهو ساندوتش الفيليه. برضو زي ما احنا عارفين ساندوتش فيه طبعا اهو طحينه ومعلقه بتاعته. ساندوتش الفيليه في عيش بلدي وبسيط خالص. ونفتح ونشوف هما قطعتين فيليه، واحده كبيره وواحده صغيره، برضو عشان اوريكم قطعه الفيليه الكبيره شكلها عامل ازاي زي ما حضراتكم شايفين، وشويه بقدونس صغيرين خالص، وتتبيله بسيطه جدا. هو انا اعتقد شعار طقطق هي البساطه. ندوق ونقول بسم الله.
نحط الطحينة على الفيليه. طعم سندوتش الفيليه يا جماعة ما فيهوش اي ابتكار، الفيليه العادي جدا، بس هو اللي بيميزه ان هو مش شارب زيت، اللي هو الاساسيات الطبيعية لاكل الفيليه اللي هو المظبوط، مش الواو. من الاخر عشان اقول لكم مش الواو، ولكن هو تقييمه كويس. وطقطق برضو يعني هنتكلم في حتة الاسعار ديت، بس يعني ثانية واحدة، فين اللايك؟ فين الكومنت؟ فين السبسكرايب؟ انزل دلوقتي ودوس، ادوني دفعة يا جماعة عشان اقدر اجيب لكم كل المطاعم اللي في مصر. نخش في السندوتش الرابع، سندوتش الكبدة. هشوف بقى سندوتش الكبدة بتاع طقطق هيطلع سندوتش كبدة من طقطق ولا سلام عليكم. طبعا انتوا عارفيني الكبدة اكلة محببة بالنسبة لي، وسلام لو كانت كبدة في سندوتش بلدي. زي ما احنا شايفين يا جماعة كبدة بانيه داخل الساندوتش، وموجود برضو نفس المكون، شوية بقدونس بس، مفيش اي حاجة. بس الساندوتش مش شارب زيت كده، يعني هو كل حاجة في طقطق اعتقد ان هي بسيطة جدا لحد دلوقتي. زي ما انا ما شفت معاكم سندوتشاته بسيطة جدا، رغيف عيش بلدي، ولو جواه المكون بتاعك الرئيسي اذا كان بقى فيليه او صبيط او كبده، ومحطوط شويه بقدونس وخلاص على كده ودمتم على كده. هو ده سندوتش طقطق، ولا اي حاجه فيه زياده. رغيف عيش والله انت ممكن تعمله اصلا في البيت. برضو ندوق علشان ايه ما نظلموش. نفتح بقى علبه الطحينه عشان ناكل كبده بالطحينه. احترت في الطحينه بتاعتك دي يا عم طقطق، هي خفيفة ولا تقيلة؟ علبة تبقى تقيلة وعلبة تبقى خفيفة. طعم سندوتش الكبدة في الطقطق العادي برضو هي حلوة، ولكن برضو العادية مفيش أي كماليات أو طعم أو تتبيلة حاجة زيادة. الكبدة مش شاربة زيت، التتبيلة اللي فيها مش قوية، يعني مفيش حاجة تبرزها بشكل يميز طقطق عن غيره، ولكن هو سندوتش عادي جدا بالنسبة لي، عادي جدا. ونشوف سندوتش المخ ظروفه ايه معانا. كالعادة كل حاجة واحدة، هي اسطمبة واحدة يا جماعة ما بتتغيرش، عبارة عن سندوتش بالعيش البلدي وعلبة الطحينة اللذيذة والمعلقة الخطيرة. ونبص من جوه قطع المخ يا جماعة اللي موجودة جوه، هو حاططها في تتبيلة طبعا وقليها، وتتبيلته برضو كالعادة المكون الرئيسي وشوية بقدونس. نبتدي برضو ندوقه ونقول بسم الله. طعم سندوتش المخ في طقطق هو الكميه بتاعته حلوه، مش شارب زيت. هو حاطط طبعا التتبيله اللي حوالين منه اللي هي دي تقيله شويه، بس انا عارف هو متقلها ليه، عشان خاطر يمسك في القليه. وطعمه حلو بس مش هزود اكتر من كده. وجينا لنقطه الحسم اللي هنعرف فيها طقطق يستحق حزام حلبة الاكل ولا لا. اول حاجه التغليف. التغليف زي ما احنا شايفين كان حاطه في اكياس ورقيه وشكلها حلو وحافظت على الاكل، وكان حاطط علبه طحينه ومعلقه بلاستيك داخل كل كيس، عشان كده انا هديله نقطتين. تاني حاجه الكميه داخل كل ساندوتش سندوتشات وسندوتشات، في سندوتش تلاقيه مليان وفي سندوتش تلاقيه تعبان. بالنسبه للجمبري والصبيط والكبده والمخ كانوا مليانين، عدا بس الفيليه هو اللي كان ايد الراجل خيشت شويه معاه، فالكميه يعتبر برضو معقوله، علشان كده انا هديله نقطتين. تالت حاجه المكونات هنا بسيطه جدا. هو المكونات اللي هي التتبيله اللي عاملها في الحاجه بتاعته اللي هي التتبيله العاديه، انا حاسس ان هي تتبيله عاديه ما فيهاش اي حاجه مميزه، بالاضافه ان هو مش حاطط اي حاجه يعني غير ان هو شويه بقدونس، اللهم يعني ان هم شويه بقدونس في كل ساندوتش، وما فيهوش اي حاجه تانية. وصوصات برضو يعني ما فيش الا طحينه بس، فعشان كده انا هديله نقطه واحده. رابع حاجه وهي الطعم. بالنسبه للطعم فانا هتكلم بوجه عام على كل السندوتشات اللي انا اكلتها، جيد ولكن مش جيد جدا. عارف انت لما حد يجيب تقدير جيد وجيد جدا وجيد مرتفع وامتياز، هو بقى جايب تقدير معايا جيد، مش الواو ولا اي حاجه تميز ان هو ده انا باكل من طقطق، لا خالص هو مش كده. فعشان كده انا هديله برضو نقطه واحده. بالنسبه للسعر، والسعر ده بقى يا جماعه حابب اتكلم عنه. مبدئيا السندوتشات اللي احنا شفناها دي مع بعض زي ما احنا ما شفنا، حجم السندوتش رغيف عيش بلدي والمكونات اللي جواه بسيطه وكل حاجه، ولكن ما ينفعش يبقى المكونات البسيطه ديت والحجم ده وبالاسعار دي. يا جماعه انا لما بروح لحد باكل من عنده انا ما باكلش اسم البراند، انا باكل اكل، انما انت ما بتاكلنيش اسم البراند. ده مش معناه انك تخلي مثلا سندوتش الكبده تلاقيه ب 35 جنيه، الله لكم انت تخيلوا سندوتش الكبده ده ب 35 جنيه
وخد عندك بقى الفيليه ب50 وقطعتين بالظبط، قطعه كبيره وقطعه صغيره جدا. والجمبري 55 جنيه الحجم الصغير ده، والصبيط 55 جنيه، والمخ سندوتش 55 جنيه. مفيش مشكله ان الواحد ممكن يدفع مبلغ كبير على حاجه مثلا اكله معينه، ولكن في مقابل المبلغ ده يكون الجوده واو على حسب السعر اللي انت بتدفعه. هي عمليه نسبه وتناسب، سعر عالي جوده كويسه. انما هنا لاحظت في محلات كتير يدي سعر عالي وجوده قليله ولكن اسم عالي، علشان كده انا مش هديله حاجه في السعر. كده طقطق فاز معانا بحزام حلبة الاكل بس على الحركرك ب6 نقاط. نجدتك النقطه دي، ولايك وشير وتكتب كومنت. ما تنساش تكتب لنا في الكومنتات عايزين مين يبقى بطل معانا في حزام حلبة الاكل. اشوفك في حلقه جديده، سلام.